السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، والنهاردة جايه لكم فيديو جديد، فيديو بقى من المطبخ. خلاص خلصنا المصيف وقعدنا وارتحنا وغسلنا وعملنا كل حاجة. طبعا اكيد كل حد بيطلع مصيف عارف ان قصاد اسبوع المصيف او الكام يوم المصيف اللي انتي بتروحيهم بترجعي كلهم غسيل. فالحمد لله على كل حال، خلصنا غسلنا وصيفنا وعملنا كل حاجة. نرجع بقى نشوف مصلحتنا وبيتنا وحياتنا، ويلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا. انا الاول كده فرمت معاكم بصل، كان معايا حوالي 3 بصلات كبار. طبعا مش هستعملهم كلهم في العصاج اللي قدامكم ده، انا خدت منهم جزء كده، والجزء التاني انا شايلاه عشان هنعمل بيه حاجة تانية. فزي ما انتوا بقى شايفين كده، انا خدت الاول البصلايه دبلتها كده، واول ما ابتدت تدخل يعني تصفر كده وتدبل شويه، نزلت على اللحمه بيها، يعني باللحمه على البصل، وبدات ان انا اعصج اللحمه بتاعتي. حطيت معلقه صغيره خالص من الصلصه، وكمان حطيت ملح، فلفل اسود، رشه من جوز الطيب. وناخد بالنا قوي في العصاج بتاع البشاميل ان احنا يعني نوزع الملح بتاعنا على البشاميل كله، على اللحمه وعلى المكرونه وعلى كمان البشاميل يعني. بس كده عصقت اللحمه معاكم، وكنت حطيت كمان ميه علشان تغلي على جنب عشان اسلق المكرونه. ورحت بقى معاكم اخدت باقي البصل، كان عندي هنا حوالي يعني ازيد من الربع بشويه كده من اللحمه المفرومه، وانا اصلا كان عندي كفته تانية فكنت بزود عليها يعني. فنزلت عليها كده بالبصل، رشه من جوز الطيب وملح وفلفل اسود، وما بحبش احط اكتر من كده. ممكن لو حطيت احط شعره من البابريكا، ومش بحط حاجه تاني على الكفته وبتطلع خطيره. انا ما حطيتش دهون على الكفته دي علشان نسبه الدهون في اللحمه كانت حلوه يعني، فما حبيتش ان انا احط دهون تانية. وهتشوفوا دلوقتي يعني هعجنها بقى معاكم، هتبقى متماسكه وحلوه ازاي، واللهم بارك. يعني كان طعمها حلو جدا جدا جدا. افضلي بقى كده اعجني في اللحمه لحد ما يطلع لها انسجه، وتحسي ان هي كده متماسكه في ايدك. وبعد كده هتعمليها تصبعيها بقى كفته على معلقه، على شوكه، على مسن، اي حاجه عندك صبعي عليها الكفته وهتطلع زي الفل. انا بحب قوي اعمل الكفته بتاعتي ولا تخينه ولا رفيعه، تبقى وسط كده وتبقى حلوه. وكمان نسيت اقول لكم ان انا بحط عليها ربع معلقه من البيكنج باودر، بيحافظ قوي قوي على انها ما تكشش يعني جامد، والدهون لما تنزل منها اللحمه ما تبقاش كشه جامد، وفي نفس الوقت كده بتبقى هشه وجوسي وطريه. هي بصراحه بيبقى طعمها خطير خطير. لو عندي كميه لحمه كبيره زي ما وريتكم قبل كده، ممكن احط عليها بيضايه، والبيضايه دي بتخليها متماسكه وحلوه جدا. وعلى فكره طريقه البيضه دي بيستعملوها في مطاعم كتيره جدا علشان يخلوا الكفته هشه ومتماسكه، فبيحطوا عليها بيضايه واحده. وانا بالنسبه لي ما بحطش بيضايه كبيره، انا بحط بيضايه صغيره علشان هي بس مجرد ان هي تديني الماسكه بتاعه الكفته دي وتخليها هشه وطريه وجوسي كده، تبقى خطيره. اللي بيحب البيض يجربها، اللي ما بيحبش البيض ما يجربهاش، ويعجن اللحمه المفرومه حلوه جدا زي ما انا عملت دي كده معاكم، وبتطلع خطيره والله العظيم. في الطريقتين وفي الحالتين بيطلع طعمها حلو جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين بقى الكفته اللحمه اللي كانت معايا عملت كميه الكفته دي، وانا كان عندي الحمد لله كميه تانية هكمل بيها. فهنا الميه بقى كانت غليت، نزلت كده. انا بحب اعاير المكرونه بتاعتي علشان تيجي على قد الصينيه بتاعتي بالظبط، ما يتفضلش منها حاجه، فاهمين قصدي؟ وما بحبش كميه المكرونه برضو تبقى كتير قوي عشان ما احسش ان صينيه البشاميل تقيله قوي. فزي ما انتم شايفين كده بقى، حطيت المكرونه تتسلق وخلصت اللحمه وركنتها على جنب. وهروح بقى معاكم كده بالزبده بتاعتي، انزل بيها في الحله بمقام 3 معالق زبده كبار. وانا قصدت هنا ان انا اعمل البشاميل بالزبده علشان يكون خفيف شويه، يعني احنا في حر بقى ومش متحملين اكلات تقيله وكده. فعملت كده وحطيت هنا حوالي 4 معالق من الدقيق او 5 معالق، والله مش فاكره الكميه بالظبط. بس يعني بصوا، هي كميه الدقيق اللي انا كنت حطاها تساوي 3 معالق مليانين حلو.
بس فبدات بقى ان انا احمر الدقيق، واحمر الدقيق هنا بمعنى مش ان الدقيق يغمق مني، لا، اني بس احس بريحه الدقيق والزبده مع بعض كده. وبعدين انا اللهم بارك بنزل باللبن بتاعي عادي من التلاجة، مش شرط ان اللبن يكون سخن ابدا علشان انزل بيه على البشاميل. هو مثلا لو انا غلياه في الطبيعي و يعني عندي اللبن ولسه مش غلياه او كده، بعمله. لو عندي ومغلي او هستعمل لبن من اللي هو المعلب عادي، بنزل بيه على طول من التلاجة. وايدي بقى بتبقى كده في البشاميل وانا بنزل اللبن، وبقلب كويس قوي علشان البشاميل معايا ما يكتلش. ما بحطش عليه غير ملح وفلفل اسود. وفي الاخر هحط معاكو معلقه كبيره من الكريمه اللباني، وده بالنسبه لي بيبقى احلى بشاميل بدون اي افتكاسات تانية، واطعم بشاميل بدون اي افتكاسات تانية برضو. الحله بقى اللي انتوا شفتوني شلتها من على النار بسرعه دي كانت بنجر، وانا للاسف نسيتها والميه نشفت، بس الحمد لله الحمد لله لحقته ما كانش لزق يعني. هفضل بقى اقلب كده في البشاميل معاكم، اقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا بحب البشاميل بتاعي ولا تقيل ولا خفيف، يعني انا بحب البشاميل كده يكون متوسط، بحيث ان هو برضو يكون سايل شويه، والمكرونه تشرب منه وتاخد باقي السوا بتاعها. لما باجي اسلق المكرونه للبشاميل بحاول ان انا اطلعها يبقى لسه فيها تكه كده من السوا، علشان لما تدخل الفرن ما تطلعش بقى تكون معجنه وتكون مش حلوه. بس زي ما انتم شايفين كده هفضل بقى ايدي في البشاميل رايحه جايه اقلب في البشاميل لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. وانا بحب القوام زي ما قلت لكم كده يكون كريمي كده، ولا هو تقيل ولا هو خفيف، احسه كريمي كده شويه. طمنوني عليكم عاملين ايه؟ ملحقناش نقول مبروك للثانويه العامه، ملحقناش نقول مبروك للاعداديه، في ثواني المدارس داخله علينا. فربنا يا رب يقدر كل الاهالي يا رب على ولادها وتشوفوهم احسن الناس، وعقبال يا رب كده ما تشوفوا ولادكم كلهم يعني شباب وبنات زي الفل، مخلصين كلياتهم وبيشتغلوا احسن شغل. وربنا يا رب كده ما يضيعش تعبكم عليهم ابدا يا رب، اللهم امين. هنا بقى البشاميل كده كان ابتدى ان هو يتقل، بس انا بقى بستمر كده في التقليب شويه لحد ما يبتدي ان هو يغلي ويتقل، يبقى كده البشاميل معايا زي الفل. هنا بقى كان القوام يعني بالنسبه لي حلو، بس تقلته سنه كده. وبعد كده بقى رحت اطبق معاكم صينيه المكرونه. حطيت في الارضيه الاول بشاميل، وبعد كده هحط طبقه المكرونه الاولانيه، هرجع تاني احط بشاميل. بصوا انا بحبها غرقانه في البشاميل، عشان كده بعمل كميه كبيره من البشاميل، وبتبقى خطيره 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 والله، بتطلع جوسي كده وطريه ولذيذه، فبتبقى حلوه قوي. هبتدي بقى ان انا بعد ما حطيت كده الطبقه الاولى من المكرونه وغرقتها بالبشاميل، هحط بقى اللحمه بتاعتي في النص كده. في ناس بتقلب اللحمه في المكرونه، مش عارفه انا بحبها بالطريقه دي. بحس ان هي دي البشاميل اللي احنا اتربينا وتعودنا عليها اصلا، فما بحبش ان انا اقلب اللحمه يعني في المكرونه. بحط اللحمه الكميه الكافيه بتاعتي من اللحمه على المكرونه، وبحط بقى الطبقه التانية كده من المكرونه، وبغرق بقى صينيه المكرونه دي بالبشاميل كده. وتشوفوها بقى وهي بتتكتك في الفرن، بتبقى خطيره 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 يا جماعه. طبعا انا عارفه ان في ناس اشطر مني بكتير، وناس اجدع مني بكتير، وبتعمل اكل احسن مني بكتير. انا مش بوريكم بقصد ان انا اعلم حد، انا بقول لكم طريقتي، والله طريقتي دي بتعجب ناس، فاتمنى ان هم يجربوها. مش بتعجب حد وكل واحد ليه طريقته. شكرا جدا انك اتفرجتي وشجعتيني، وده عندي يعني كافي قوي. انا بس مجرد ان انا بشارك معاكم اليوم بتاعي، واصلا انا مقصره معاكم قوي قوي في مشاركه اليوم بتاعي، بس الحمد لله يعني كل واحد بيعمل حسب طاقته. وزي ما قلت لكم انا من الناس اللي مش بتعرف تيجي على نفسها بزياده قوي. اوقات باجي على نفسي بحس ان انا تعبت، فببقى مش قادره ان انا اجي على نفسي تاني. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اصور معاكم والتزم معاكم، بس
يعني بتبقى على حسب برضو الظروف وكده، فادعوا لي ان انا دايما كده ابقى ملتزمه معاكم. انا بحب قوي قوي التصوير، بحب المونتاج، بس كل الحاجات دي بتاخد مني وقت وبتاخد مني مجهود. وزي ما قلت لكم قبل كده، الحاجه اللي بعملها مثلا في 10 دقايق هي بتاخد مني نص ساعة، تلت ساعة، علشان اظبط كادرات، علشان اصور من كل كادر شوية، فده بياخد مني وقت وبياخد مني مجهود كبير. فان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني كده والتزم معاكم، لان انا بحب ده قوي وبحبكم. زي ما اعتقد يعني ان في ناس بتحبني وفي ناس دايما ثابته كده معايا بتعلق لي، فانا بشكرهم من كل قلبي. حطيت بقى البشاميل معاكم، وما حطيتش بقى زي ما قلت لكم موتزاريلا كده من على الوش عشان ما تبقاش تقيله. كسرت بيضه كده علشان تعمل لنا وش حلو، وتبقى صينيه المكرونه معايا الوش بتاعها حلو ولذيذ. ورحت بقى اعمل البنجر بتاعي. انا بحط على البنجر زي ما انتم شايفين كده توم وهريسه شطه، وكمان بحط ملح وفلفل اسود، رشه من الكمون ورشه من الشطه، لو انتوا يعني بتحبوها سبايسي كتير زيي. وطبعا بعصر حوالي ليمونتين كده ومعلقه صغيره من الخل. عندك شبت بقى او بقدونس، حطي شبت او بقدونس بيوديها في حته تانية خالص. عندك جزر، ابشري جزر، هتبقى حلوه جدا ومفيده جدا. كل ده بيعزز من طعمها وبيخليها احلى واحلى. هنا بقى خلصت ورحت كده جبت الصينيه بتاعتي، وقلت اعمل الكفته بطريقه احلى كده. ف جبت كده بطاطستين، قطعت كده سلايزات، وتكون السلايز يكون خفيف، يعني ما تكونش الشرايح بتاعتي ما تكونش تخينه علشان تستوي بسرعه. فابتديت كده ان انا اقطع شرايح البطاطس دي، وهقطع البصلايه كمان اللي معايا دي جوليان، وهقطع طماطمايه واحده بس كفايه، والتانية هزين بيها كده في النص. وخدت قرنين فلفل برضو قطعتهم، والباقي هسيبه كده يتشوى في الصينيه. فعملتها بشكل حلو كده وبشكل لذيذ، كانت حلوه جدا وكان طعمها حلو جدا جدا كمان. فجربوها برضو بالطريقه دي هتعجبكم قوي. انا اخر فتره كنت دايما بعملها في الجريل. الجريل بالنسبه لي بيكون طعمه خطير، بتطلعها لي جوسي وطريه، بس انا المره دي دخلتها الفرن، وفي الاخر برضو ولعت لها فحميه كده واديتها ريحه وطعم الفحم. فكانت برضو طعمها حلو قوي، كانت جوسي وكانت طريه، كانت خطيره. انا مش عايزه اشكر كتير فيها، بس حقيقي انتوا هتشوفوا شكلها دلوقتي قبل ما تدخل الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن هتحسوا ان هي حاجه اخر لذاذه. زي ما انتم شايفين بقى كده قطعت الخضار معاكم، وبقطع كمان البصلايه اللي معايا جوليان، وقطعت فلفل وطماطم، وطبعا البطاطس. وهميكس بقى كل الحاجات دي، هحط لها دلوقتي ملح، فلفل اسود، فص صغير كده من الثوم. الخضار ده كان بيتاكل قبل الكفته وكان طعمه تحفه بجد. زي ما انتم شايفين كده حطيت ملح وفلفل اسود ورشه صغيره خالص من السماق ورشه جوز الطيب، وحطيت بسيط كده حوالي معلقه زيت. وهبتدي بقى ان انا كل الخضار ده اقلبه كده في بعضه. بجد شموا ريحته قد ايه، ريحته خطيره وكان طعمه حلو قوي. بقول لكم بجد كان بيتاكل قبل الكفته من كتر ما هو طعمه حلو جدا. هبتدي بقى ارصص الكفته كده بتاعتي. هنا حسيت ان الكميه مش هتكفي، فروحت بقى رصصتها كده مع نفسي ورجعت لكم تاني بشكل الصينيه علشان تشوفوها في الشكل النهائي هتبقى عامله ازاي. شايفين بقى الحلاوه؟ زيني بقى كده بالفلفل ده علشان يتشوى، وحطيت طماطميه كمان تتشوى كده في النص. كل الخضار ده اللهم بارك كان طعمه خطير بجد وكان طعمه حلو قوي. زينتها كده زي ما انتم شايفين، وحطيت على وشها حوالي برضو معلقه كده من الزيت، وهدخلها بقى الفرن. وزي ما قلت لكم حطيت لها فحمايه كانت طعمها خطير. قلت بقى يلا عشان اكمل الاكله كده وتبقى لذيذه، عملت كمان طحينه علشان الكفته بتاعتي. وبس هو ده كان الاكل بتاعي، اكل بسيط والله. يعني انا بالنسبه لي هي اكله من الاكلات اللي انا بحب اعملها وبحبها قوي وبحب اكلها، فبالنسبه لي بتتعمل بسرعه. فاهمين قصدي؟
بس بقى وقلت اكمل الاكله كده الحلوه دي بطبق طحينه كده، سلطه الطحينه وبس كده، تبقى كده خلاص الاكله زي ما قلت لكم زي الفل بالنسبه لي. والطحينه زي ما انتوا عارفين طريقتي فيها دايما، الاول بلفها كده بمعلقه خل، وبعد كده بالميه دافيه او من الفلتر عادي، ببتدي ان انا الفها لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، بحط عليها ليمون وملح وشطه وبس، ما بحطش حاجه تانية. ممكن احط كمان شعره من الكمون، وبحط كمان فصين توم وبس كده. هو ده كان الفيديو بتاعي، ويا رب يعجبكم، يا رب الاقي منكم تشجيع. مستنيه لايكاتكم، مستنيه كومنتاتكم، مستنيه تشجيعكم. كل مره بقول لكم كده، ورغم ان انتم مقصرين معايا بس كل مره بطلبها منكم. اشوفكم في فيديو جديد على الف خير، واتمنى ان انا الاقي دعمكم علشان اوصل ان القناه تكبر بيكم. والله صدقوني تاثيري معاكم غصب عني، بس انا ان شاء الله حابه ان انا اكون معاكم اكتر واكتر، ويكون في حاجات كويسه وحلوه اكتر واكتر. اشوفكم في فيديو جديد على الف خير، مع الف مليون سلامه. باي باي.